الوصفة الوحيدة اللي نقدر ناكل بها الباذنجان هي هذه اللي راح نحضرها معاكم اليوم ان شاء الله. جبت لكم بطريقة يجي بزاف بنين، حتى اللي ما تحبش الباذنجان بعد اليوم ان شاء الله راح تولي تحبوا. وصفة تجي بزاف بنينة. اهلا وسهلا بكم في قناتكم وصفات لينا. اول حاجة جبت زوج حبات تاع باذنجان، غسلتهم مليح وقطعتهم على شكل شرائح. هنا شوفوا يجوا شويه خشين، ما ديرهمش رقيق بزاف. درت هنا الماء، درت فيه شويه خل، حطيت فيه هذاك الباذنجان هكذا اولا به ما يشربليش الزيت وبه ما يكحلش معاكم. من جهه اخرى زدت قطعت حبه بطاطا، يعني نتوما قطعوه على حسب المول اللي رايحين تستعملوه، اذا كبير كثروا، اذا صغير ديروا كميه قليله. هنا اول حاجه درت البطاطا، درت لها الملح قليتها، وبعد هذاك الباذنجان صفيته من الماء، زدت درت له الملح وزدت قليته على نار تكون شويه عاليه، هنا حتى تشوفوهم تحمروا، وحطوهم بجهه. من جهه اخرى نروحوا نحضروا الحشو نتاعنا. عندي حبة بصل كنت قطعتها كما راكم تشوفوا شرائح، حبة تكون متوسطة ما تكونش صغيرة بزاف. من جهة أخرى جيبوا المقلة تاعكم، ديروا فيها حوالي 4 مغارف نتاع زيت، خلوا الزيت يسخن، وبعدها ضفت هذيك البصلة وخليتها تتقلى مليح مليح. هنا اي ماكله باه تجيكم بنينه لازم تقليو المكونات مليح، هذا هو السر تاع البنه في الطياب. هنا شوفوا خليتها حتى تقليت وتحمرت، اديت معايا هذا اللون. بعدها راح نضيف عليها نص صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته ورحيته. هنا تقدروا ترحيوا الدجاج كما تقدروا تقطعوه مربعات صغار وديروه، كما تقدروا تستبدلوا الدجاج بالفيونداشي. هنا شوفوا درت هذاك صدر الدجاج، نحاول نحله مليح مليح مع هذيك البصله ونقليه. هنا شوفوا كيف ولا هذاك الدجاج، حليته مليح وخليته يتقلى مليح مليح. بعدها ضفت عليه ملح حسب الذوق، وضفت عليه توابل. عندي فلفل اسود، ضفت عليه توابل الدجاج، وضفت عليه فلفل احمر، وعندي مغرفه صغيره تاع الثوم. راني التوابل كيلت كما شفتوا معايا بالمغرفه الصغيره. نزيد نقلي هذه المكونات مع بعض مليح مليح هكذا باه يطيب معايا الدجاج ويجيني بنين. هنا النار تكون متوسطه، غطوه وخلوه يتقلى. هنا بعد ما كما راكم تشوفوا راني نقلي فيه، ضفت عليه حبه طماطم تكون شويه صغيره، ما تكونش كبيره بزاف. هنا تحذف لي مقطع، خليتها تقليت هذيك الطماطم، وبعدها ضفت له حوالي نص كاس تاع ماء، خليته قيس ما غلى شويه برك وطفيت عليه باه الحشو هذاك ما يجيناش ناشف. هنا من جهه اخرى جبت هذيك البطاطا كما راكم تشوفوا بعد ما قليتها. هنا حطيتها في هذاك المول اللي راح ندخلو للفرن. هنا ما دهنتوش، حطيت البطاطا مباشره. بعدها درت طبقه من الدجاج هذاك اللي طيبناه، ودرت طبقه من الباذنجان كما راكم تشوفوا، نزيد طبقه اخرى من الدجاج. تقدروا كما قلت لكم تستبدلوا الدجاج بالفيونداشي. درت ثاني هنايا جبن مبشور، وشويه كريمه اختياري، اللي تحب ديرها اللي تحب تستغنى عليها، كما تقدروا ديروا كريمه الجبن. درت هنا طبقه اخرى من البطاطا، وغطيت بها كامل هذاك الوجه كما راكم تشوفوا، ونزيد النص اللي بقى لي تاع الدجاج اللي كنا طيبناه مع بعض، درته هنا كطبقه اخيره من الدجاج، وغطيته بالباذنجان بهذا الشكل. هنا غطيو الوجه كامل بهذه الطريقه. هنا في الاخير كما قلت لكم تحبوا ديروا كريمه الجبن، تحبوا ديروا صلصه البيشاميل، انا درت برك كريمه سائله، درت كميه قليله ما كثرتش بزاف. عقبتها على كامل الوجه، على كامل هذاك الباذنجان، ودرت من الفوق الجبن المبشور بهذا الشكل. استعملوا اي نوعيه تحبوا. هنا درت جودا، احسن جبن يعني هو الموتزاريلا، هو اللي يذوب ويجي مليح ويجي بنين. هنا شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. ندخلوا للفرن، نشعلوا شويه من التحت قيس ما يغلي هذيك الدجاج هذيك لاصوص مع البطاطا تتشربها، وبعدها نزيد نشعلوا يتحمر شويه برك من الفوق ونحيوه. وهذه هي النتيجه تاع الكراته اللي حضرناها مع بعض. صراحه جات بزاف بنينه، ننصحكم كامل بهذه الوصفه، صدقوني راح تعجبكم بزاف بزاف.
هنا اكيد حنقسم معاكم يعني تشوفوها كيفاه جات من الداخل. هنا ما تجيش ناشفه، تجي مشمخه، تجي ولا اربع. هاي النتيجة قدامكم. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة ونتمنى تكون عجبتكم. ابعثوا لي تطبيقاتكم في الفايبر، اي تطبيق لاي وصفات حضرتوها من القناة ابعثوه لي في الفايبر وراح ننشره في المنتدى، او ادخلوا للفيسبوك وانشروه. شكرا، ونتلاقى في وصفة جديدة ان شاء الله.